حبايبي النهارده هنسيح مع بعض السمنه البلدي في البيت بطريقه سهله جدا، وكمان هقولك تعملي السمنه البلدي ازاي برضو بطريقه بسيطه. هتعمليها من القشطه بتاعتك بطريقه حلوه قوي وبسيطه، وهتطلع لك احلى سمنه واحلى ترميله وطعمها بجد خطير. طبعا انا النهارده بقالي ياهو يومين ما نزلتلكوش فيديو، وطبعا كنتوا قلقانين عليا، وفي الحقيقه انا كدابه لان طبعا ما فيش حد يعرفني اصلا. بس انا حبيت احسس نفسي ان انا عندي فانز وعندي ناس متابعيني وعارفيني ومستنيين فيديوهاتي. ما علينا، قبل ما نبدا وصفتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. طلعت كده عند حماتي لقيت سلفتي الكبيره بتسيح بتضرب القشطه دي في قلب الخلاط عشان هتعملها سمنه بلدي. قلت لها لا استني بقى عشان لازم اوريها الحبايب اللي هم المتابعين بتوعي عشان برضو يستفادوا زينا. دي كانت قشطه بتاعت اللبن العادي محوشينها عادي زي ما بنجيب اللبن، يعني بنحوش القشطه بتاعته وندخلها الفريزر. هنحطها في الخلاط وهنفضل نضرب فيها لفتره طويله لحد ما تفصل معايا، يبقى اللبن كده لوحده، الميه ديت زي ما انتم شايفينها كده ليها شرش مثلا يعتبر، والسمنه تفصل كده زي ما انتم شايفين، اللي هو تتجمد معاكي كده خلاص بقت سمنه ان انت تمسكيها تتعمل معاكي بالطريقه البسيطه ديت. بصراحه هي الوصفه دي بتاعتها وهي عملتها، فانا قلت لازم برضو ان انا اوريها لكم كلنا نستفيد من بعض، مش عيب يعني ولا غلط. هي فضلت تضربها كويس جدا جدا في الخلاط لحد ما فصلت معانا بالشكل ده كده، وجمعتها كده كور زي الكور السمنه البلدي بالظبط، وطعمها والله العظيم نفس السمنه البلدي بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف. عملناها كور كده اهو بالشكل ده. دول كانوا حوالي يعني مثلا 2 كيلو كده من القشطه. طلعوا الكور اللي انتوا شايفينها دي، بس ملحوظه وهي بتضربها في الخلاط كانت عامله ميه ساقعه ليها قشره تلج، يعني تمام مش متلجه قوي وفي نفس الوقت مش بارده، اللي عامله قشره تلج بس، وراحت ضربها في الخلاط كده تدريجيا لحد ما فصلت زي ما شفتوا هنا بقى كده. بعد ما حطيناها في الفريزر شويه طلعناها هنسيحها بقى. حطيتها كده في حله على النار، وراحت حاطه عليها معلقه ملح وسابتها بقى وهدت عليها النار اكنك بتعملي سمنه بلدي عادي، وكل شويه وطي عليها سوري ولا كل شويه تقلبيها كده اهو عشان بس ما تلزقش منك في الحله. وهنا كانت خلاص بقى كده استوت زي ما انتم شايفين، وعامله بصوا زي السمنه البلدي خالص. هي يا جماعه سمنه بلدي والله العظيم كده. خلاص كانت هنطفي عليها لانها كانت اتعملت، يعني سيبناها بقى كده واستهدت بس شويه. بعد كده صفيتها بقى بالمصفى عشان نطلع المرطه بتاعتها لوحدها ونعبيها في البرطمان بالشكل ده. هي برضو اللي عبيتها، هي بصراحه عملت الوصفه كلها من اولها لاخرها، وانا سبتها. انا فاكره انا عملتها قبل كده معاكم يعتبر بنفس الطريقه برضو، وكانت حلوه، وهي يعتبر هي بس انا حبيت ان انا افكركم بالفيديو واوريكم هي عملتها ازاي عشان انتوا تستفيدوا للي ما شافهاش برضو. بصوا شكلها عامل ازاي، اكننا شاريين سمنه بلدي عادي ومسيحينها. انتي بقى خليكي شاطره كده وموفره ومدبره، وتشتري اللبن بتاعك وتحوشي قشطته، بدل ما تشتري الكيلو السمنه دلوقتي بقى وصل ل 190 جنيه. تبقى انتي تعمليها في البيت بطريقه سهله وفي نفس الوقت على قد ايديكي، وكمان حاجه جودتها نظيفه وانتي عارفاها. بصوا السمنه بعد ما جمدت شويه بقى عملت ازاي وشكلها عامل ازاي، ومرمله خالص يا جماعه. ترميلتها كانت تحفه وطعمها بجد والله العظيم كان خطير قوي. اهم حاجه جودة اللبن اللي انت شارياه يكون كويس، يعني اللبن طول ما هو كويس ويعمل قشطة حلوة كده تطمني انها تطلعي سمنة كويسة. شايفين الترميلة بجد كانت حلوة جدا جدا وكانت تحفة. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وتكون سهلة وسريعة بالنسبة لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. ولو جربتوها متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، واشوفك بقى في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.